هو سابك عشان انت مش وحشه، وهي سابتك عشان انت مش وحش على فكره. هو خلاص دوركم خلص في حياه بعضيكم. يلا نعرف هي ليه الناس بتمشي من حياه بعضها. عشان الظروف بتتغير، كل واحد ليه طريق مختلف، كل واحد ليه حياه مختلفه، والناس بتخرج من حياتك عشان تفتح مكان لناس تانيين. ومش كل فراق خساره، اوقات الفراق بيكشف حقيقه الناس انت ما كنتش تعرفها. العلاقه على فكره اللي بتنتهي بتدي لك دروس حلوه قوي، بس ازاي اعرف اتعامل بقى مع وجع الفراق؟ ما تلومش نفسك على العلاقه انتهت، العلاقه دايما ليها عمر افتراضي. اي حد في حياتنا ليه عمر افتراضي، ان هو ممكن يفضل ممكن يستمر، دي طبعا اراده ربنا. ما تحاولش تمسك في اي حد مش عايز يبقى في حياتك. ركز على اللي فاضل لك بدل ما تفضل تفكر في اللي عنده. بالشكل ده انت هتفكر في نفسك ان انت مش وحش، ولا هي وحشه، ولا اي حد وحش اصلا في الحياه. هو كلنا بنكون لينا عمر افتراضي ووقت في حياه بعضينا. وبجد يا جماعه اطلبوا نعمه ورحمه ربنا وحكمته في حياتكم، وهو هيديكم نعمه وحكمه وهيساعدكم ان انتوا تتخطوا اي علاقه اذتكم او اذت مشاعركم. عايزه اعرف ايه اهم درس اتعلمته من علاقه انتهت في حياتك. عايزه اسمع ارائكم في الكومنتات، وتابعونا بجد لان في فيديوهات جايه حلوه قوي قوي قوي. يلا عايزه اسمع ارائكم في الكومنتات، وما تتضايقوش من اي علاقه خلصت.